في عز البلوى اللي احنا فيها الخاصة بمنتخب مصر التاني اللي في كأس العرب والشكل اللي يعر اللي احنا كنا فيه ده. مش عايزين ننسى موضوع يوسف، وانا عامة واخد الموضوع ده على صدري، يعني واخد الموضوع ده بشكل شخصي. ان انتوا عارفين دورة حياة الاحداث في الاعلام، بتبقى الحدث بيطلع بيبقى عليه اهتمام كبير والناس كلها بتتابعه والناس كلها بتتكلم عنه، وفجأة شوية بشوية بيطلع حدث تاني، بيطلع حاجة تانية، فالدنيا بتروح. انا بالنسبة لي القصة مش كده. انا بالنسبه لي القصه شخصيه جدا. ان احنا الحدث ده لو ما حركش فينا حاجه، لو ما عملش تغيير، لو ما فيش حاجه اتغيرت للحدث ده، مفيش حاجه هتتغير. لان مفيش حاجه اكبر من الموت، ومفيش حاجه اكبر من الفضيحه اللي حصلت في قصه يوسف. ومن ساعه لما اتكلمت عن الموضوع انا عايز اشكر كل وسط السباحه المصري، لان وروني قد ايه هم جدعان ورجاله، برجالتهم بستاتهم بكبارهم بصغيرينهم. لان من ساعه لما حصل موضوع يوسف كل وسط السباحه على قلب رجل واحد، المحترمين منهم وهم الاغلبيه العظمى يعني هتلاقي الماسترز وقفوا شغلهم وعلقوا ممارساتهم وفعالياتهم كلها لغايه لما التحقيقات تخلص. نفس القصه ابطال كتير، شفنا فريده عثمان طلعت اتكلمت، شفنا هريدي طلع اتكلم. في حكام دوليين علقوا شغلهم، قال لك احنا مش هنحكم في اي بطوله غير لما التحقيقات تخلص، لان كل الناس حست ان احنا كنا في المكان ده، احنا كنا في الحمامات دي وفي السباقات دي، وكان ممكن يحصل لنا زي اللي حصل لهم. غير طبعا كم بقى القصص اللي اتقالت لي والحكاوي اللي اتقالت لي والمشاكل اللي اتقالت لي والفضايح اللي اتقالت لي، خاصه بتنظيم البطولات بتاعت السباحه واللي بيحصل في اتحاد السباحه، وازاي ان الابطال الكبار زي فريده عثمان وغيرهم محدش لا بيلاقي دعم ولا بيلاقي حد يسال عليه. وانا هفضل ورا الملف ده وافضل ورا القصه دي عشان نحل اي شكل من اشكال فساد ولا محسوبيه ولا عدم اتقان ولا ناس ما بتتقيش ربنا في شغلها. ولو ده موجود في اتحاد سباحه، بقى اي اتحاد تاني هنفضل وراه، وده دوري وده شغلي كاعلامي. وفي حاجه معلومه انا عرفتها، انا هتاكد عنها، هقولها دلوقتي، هتاكد عنها مره واثنين وثلاثه، لان هي لو صحت ده تبقى كارثه من الكوارث. ان امين عام الاتحاد اللي هو الاستاذ امير عبد الجواد هو اصلا مش عايش في مصر. يعني امين عام اتحاد مصر بتاع السباحه مش عايش في مصر اصلا، عايش في الامارات، ومدير بنك مصر في الامارات. وفي بلاوي تانية كتير. انا هفضل ورا الملف ده، وهنفضل معاك يا يوسف، ربنا يرحمك ويجعلك في الجنه ونعيمها، وهنفضل كتف بكتف وظهر بظهر ورا ابوك وامك لغايه لما ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حقك يجي لك. واي حد فاسد او متقاعس او جبان او ما بيعملش شغله او ما بيتقيش ربنا في شغله، نفضل وراه لغايه لما ما يقعدش على الكرسي اللي هو قاعد عليه. لان انا زي ما قلت لكم قبل كده، في ناس ومن ضمنهم المهندس ياسر ادريس رئيس الاتحاد السباحه، حريفه انتخابات، معلمين انتخابات، يعني بيعرف ازاي يقعد على الكرسي زي ما كده المهندس ياسر ادريس قاعد على الكرسي بقاله 13 سنه. بس في الاخر احنا عايزين اللي يقعد على الكرسي يبقى قاعد على الكرسي عشان كفاءته، وعشان هو قادر يقدم للرياضه اللي هو بيترأس اتحادها المردود المناسب واللي يكافئ الكرسي اللي هو قاعد عليه. فده اللي احنا هنشتغل عليه، وده اللي احنا هنفضل وراه ومش هننساه ابدا، او على الاقل انا هفضل وراه الى ما شاء الله، وعلى قد ما قدرتي ووسعي هفضل اعمل كده.